معلومات ستندهش لسماعها عن نبات البروكلي ومساعدته في علاج أخطر الأمراض. مشاهدة ممتعة. ما اكتشفه علماء أمريكيون حول البروكلي شيء يثير الإعجاب، حيث اكتشف علماء أمريكيون إمكانات كبيرة للبروكلي في مكافحة السرطان، واعتبروه أفضل الخضروات لحماية الإنسان من المرض الخبيث. كيف؟ هيا نعرف التفاصيل. علماء من جامعة ميشيغان الأمريكية قالوا أن البروكلي يحتوي على نسبة كبيرة من مركب كيميائي يسمى سولفارافان، الذي يكافح الأورام الخبيثة بصورة مباشرة وقادرة على تدمير الخلايا المصابة بمنعها من التكاثر دون المساس بالخلايا السليمة. ما الذي بيّنته هذه الدراسات؟ بيّنت أن استخدام البروكلي في الغذاء بصورة دورية يؤدي إلى تقليص عدد الخلايا السرطانية في الجسم بصورة كبيرة. من جانب آخر، اتضح لعلماء من إنجلترا أن القرنبيط الأخضر يحارب تطور أمراض المفاصل الأكثر انتشارا، لأن مركب سولفورافان يبطئ عملية تدمير غضاريف المفاصل. ويعد البروكلي مفيدا لأنه غني بفيتامينات متعددة، ويحتوي على معادن عديدة أهمها البوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور واليود والمنغنيز، وكذلك على حمض الفوليك والثيامين وريبوفلافين، كما أنه يطرد من الجسم السموم ويمنع تطور تصلب الشرايين ويحسن عمل القلب ويقوي الشعر ويبطئ عملية الشيخوخة. ولا شك أن سماع هذه المعلومات المدروسة والموثوقة تشجعنا أن يكون البروكلي صديقا دائما لنا. ولكن ما هي الطريقة الأفضل لتناول البروكلي بطرق مضمونة للاستفادة من مكوناته الصحية المدهشة؟ ينصح العلماء بتناول القرنبيط الأخضر طازجا، أو يمكن سلقه مدة 5 إلى 7 دقائق فقط، أما المجمد 10 إلى 12 دقيقة فقط. فالبروكلي يتميز بغناه بالعناصر والفيتامينات بشكل يندر في أي خضروات أخرى، فكل 100 جرام من البروكلي تحتوي على ما يعادل 150% من حاجة الجسم اليومية من فيتامين جيم. ولذلك كانت التوصيات لمن يصاب بالزكام أو البرد أو ضعف في المناعة أو ضعف في الشعيرات الدموية أو هشاشة في العظام وأمراض اللثة بتناول الكثير من السلطات الغنية بالبروكلي بشكل يومي لدور فيتامين جيم في منع هذه المشاكل. ليس هذا فقط، فالبروكلي من أغنى الخضروات بالحديد، ولذلك يوصي الخبراء بتناوله للأطفال فاقدي الشهية، وكذلك النساء الحوامل أو من كانوا يعانون من نزف هضمي بسبب قرحة نازفة في المعدة أو ال12 أو التهاب القولون التقرحي. وهي كذلك غنية بالفسفور وفيتامين ألف الرائع للجلد والبشرة وفيتامين كاف المضاد للنزف. السؤال المهم: هل فعلا البروكلي أفضل مادة غذائية في العالم؟ انظروا ما الذي يقوله موقع مركز الصحة الألماني المتخصص، فوفقا له فإن البعض يعتبر البروكلي أفضل مادة غذائية في العالم، وذلك لمقاومته للأمراض وخاصة السرطان. دعونا نأخذ هذه النصائح المهمة عن البروكلي. يفضل شراء الأنواع الطازجة منه وغسله جيدا، ويفضل طهيه بالبخار لفترة قليلة حتى لا يفقد مواده المفيدة، وينصح بتناول 3 وجبات منه أسبوعيا. والخبر السار لمن يعانون من التهاب المفاصل: البروكلي يمكن أن يعالج التهاب المفاصل، حيث أن تناول الكثير من نبات البروكلي قد يبطئ أو يمنع الإصابة بمرض التهاب المفاصل. وقد بدأ فريق بحثي بجامعة إيست إنجيلا بإجراء تجارب على البشر بعد نجاح الدراسات التي أجريت في المختبرات، وأظهرت الاختبارات التي أجريت على بعض الخلايا والفئران أن مركب البروكلي، والذي يمكن للإنسان أن يحصل عليه أيضا من نبات الكرونوب، يعوق أحد الإنزيمات الرئيسية التي تضر الغضاريف بالجسم.
ما هي الطريقة الأفضل لإعداده؟ إعداد البروكلي بالثوم فائدة صحية رائعة، وهذه هي الطريقة الأفضل لطهيه. رأس من البروكلي يتم تقطيعها لقطع صغيرة مع رشة ملح وعصير ليمونة وفصان من الثوم، ملعقتان من زيت الزيتون. نضع في وعاء على النار مع كمية كبيرة من الماء القرنبيط المقطع، نتركه لمدة 5 دقائق على النار مع القليل من الملح والقليل من الليمون. نضع مكونات الصلصة كاملة مع بعض البروكلي ونتركه لمدة ساعة حتى يبرد. أخيرا سنورد ما ذكره دكتور البرامج التلفزيونية رانجان شاتارجي، الذي قال أن الناس إذا كانوا مستعدين لتناول نوع واحد من الخضار فيجب أن يكون هو البروكلي أو الزهرة القرنبيط الأخضر. ويرى شاتارجي الذي شارك في برنامج طبيب في المنزل على قناة BBC البريطانية أن هذه الفئة من الخضار رغم قلة تقدير الناس لها تعزز بكتيريا الأمعاء لدى الإنسان، وهو ما يساعد على تقوية نظامه المناعي وتحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام. وتشير بحوث أجريت سابقا إلى أن البكتيريا النافعة في الأمعاء تؤدي لاكتساب الإنسان لوزن ملائم وتبعده عن خطر المعاناة من اضطرابات الصحة العقلية. البروكلي قد ينقذ حياتك. كيف؟ يعتبر البروكلي من الأغذية التي يمكن أن تقي الإنسان من عديد الأمراض المميتة حسب شاتارجي الذي ألف مؤخرا كتاب خطة الأعمدة الأربعة. وإليكم